أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع غريب جدا وممكن يكون محير لناس كتير. فكرة إن الواحد ممكن يكون حاسس إنه لوحده تماما وهو أصلا وسط زحمة وناس. إيه الحكاية دي؟ يلا بينا نغوص في العلم اللي ورا الإحساس ده ونشوف ليه بنحس بالوحدة. خلينا نبدأ بسؤال جايز يكون لمس كل واحد فينا في وقت من الأوقات. يا ترى عمرنا حسينا بالإحساس ده؟ إننا نكون في مكان مليان ناس، يمكن حتى وسط أهلنا وأصحابنا، وبرضه حاسين بوحدة غريبة. الإحساس ده منتشر أكتر بكتير مما نتخيل. وهنا بقى مربط الفرس. الوحدة في جوهرها مش إن الواحد يكون قاعد لوحده في أوضة مقفولة عليه، لأ، هي الإحساس بالانفصال العاطفي. ده شعور داخلي بالعزلة حتى لو حوالينا 1000 شخص. طيب، ايه اللي بيولع الاحساس ده بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه؟ ده اللي بيودينا لاول محطة في شرحنا النهارده، المفارقة الرقمية. بصوا على الرقم ده كده، في إحصائية بتقول إن 45% من المراهقين موجودين أونلاين بشكل شبه مستمر. متخيلين؟ يعني تقريبا نص جيل كامل غرقان في عالم افتراضي من الاتصالات. وده بيوصلنا للغز الكبير. إزاي وإحنا متصلين ببعض أكتر من أي وقت فات في تاريخ البشرية كله؟ كتير مننا بيحسوا بالوحدة والانعزال أكتر من أي وقت فات. دي بقى هي المفارقة الرقمية اللي بنتكلم عنها. الغريب في الموضوع إن الأدوات اللي المفروض إنها تقربنا من بعض ممكن جدا تكون هي نفسها سبب الإحساس بالوحدة. إزاي؟ أول حاجة لأنها بتقدم تقدير سطحي. اللايكات بتدي دفعة مؤقتة للمزاج، لكنها عمرها ما هتشبع حاجتنا للتواصل الإنساني الحقيقي. تاني حاجة بتخلق ثقافة المقارنة. بنلاقي نفسنا بنقارن حياتنا العادية بكواليسها ومشاكلها بأفضل لقطات متمنتجة في حياة ناس تانية، ده غير طبعا القلق المستمر من إن يفوتنا حاجة أو الفومو. وفي الآخر ممكن نجمع مئات وآلاف الأصدقاء أونلاين، بس كل دول ما يعوضوش صديق واحد حقيقي نقدر نتكلم معاه ونفضفض له بجد. والأبحاث بتيجي عشان تأكد الكلام ده، وبشكل صادم بصراحة. طلع إن الناس اللي بيستخدموا السوشيال ميديا بكثافة احتمالية إحساسهم بالعزلة بتزيد 3 أضعاف عن غيرهم. متخيلين الرقم؟ 3 أضعاف. ده دليل قاطع إن كتر الاتصال الرقمي مش معناه خالص تواصل حقيقي أعمق. بس الموضوع طلع أعمق من مجرد عاداتنا على السوشيال ميديا. الإحساس بالرفض والانعزال ليه تأثير جسدي حقيقي على مخنا. وهنا بندخل في الجزء الثاني المدهش، إن الألم الاجتماعي هو فعلا ألم حقيقي. كلنا عارفين الإحساس الفظيع لما صباع رجلك الصغير يتخبط في رجل الكرسي. أول ما ده بيحصل، في جزء في المخ اسمه مصفوفة الألم أو البين ماتريكس بينور وبيشتغل فوراً. طيب، تخيلوا معايا بقى لما الواحد يتعرض لرفض اجتماعي أو يحس إن الناس مش قابلاه. المفاجأة إن نفس المناطق بالظبط في المخ هي اللي بتنور. يعني من الآخر المخ بيتعامل مع ألم الرفض الاجتماعي زي ما بيتعامل مع خبطة جسدية حقيقية. الإحساس ده مش مجرد حاجة في دماغنا، لا ده حاجة بيولوجية. المنطقة دي في المخ اللي هي مصفوفة الألم فيها جزئين بيشتغلوا زي جرس إنذار، ومش بيفرق معاهم سبب الإنذار ده إيه، خبطة في صابع الرجل ولا إحساس بالرفض من مجموعة. في الحالتين وظيفتهم واحدة، إنهم يخلونا نحس بالجانب المؤلم والمزعج من التجربة عشان ننتبه إن في خطر. والدراسة دي بقى مذهلة بجد. اكتشفوا إن لما الناس خدوا مسكن ألم عادي زي الأسيتامينوفين، تقاريرهم عن الألم الاجتماعي اللي حسوا بيه قلت. ومش بس كده، النشاط في مناطق الألم في المخ كمان قل. يعني مسكن للألم الجسدي بيأثر على الألم الاجتماعي. ده بيأكد قد إيه المخ بيتعامل معاهم بنفس الطريقة بالظبط. وده بينقلنا للجزء الثالث واللي بيكشف إزاي المخ نفسه بيتأقلم وبيتغير مع الشعور المستمر بالوحدة. يعني هنتكلم عن شفرة المخ الوحيد. في باحثين في جامعة كاليفورنيا لقوا إن نظام المكافأة في مخ الشخص اللي بيعاني من الوحدة بيستجيب بشكل مختلف تماماً للتواصل الاجتماعي، كأن الأسلاك الكهربائية بتاعته متوصلة بطريقة تانية. واللي اكتشفوه كان غريب جدا. لما عرضوا على الناس فيديوهات اجتماعية لطيفة لناس غرب عنهم، مخ الشخص اللي مش وحيد كان مركز المكافأة فيه بينور ويتبسط. لكن مخ الشخص الوحيد نشاطه كان منخفض جدا، كأنه مش حاسس بنفس المتعة. والعكس تماما حصل لما شافوا صور ناس يعرفوهم وقريبين منهم. مخ الوحيد أظهر نشاط عالي جدا، كأنه بيقول أنا عايز الأمان، عايز الناس اللي أعرفها، مش مستعد لأي مخاطرة اجتماعية جديدة دلوقتي. وهنا في اكتشاف تاني مثير جدا. المخ الوحيد بشكل لا واعي بيختار إنه يتعاطف مع مشاعر الناس الإيجابية، يعني يفرح لفرحهم، لكنه في نفس الوقت بيتجنب إنه يتعاطف مع مشاعرهم السلبية. ودي ممكن تكون طريقة تكيف من المخ، كأنه بيدور على دعم اجتماعي غير مباشر من خلال فرحة الناس، وفي نفس الوقت بيحمي نفسه من أي ضغط أو ألم إضافي. ودلوقتي نيجي للجزء الأهم، الجزء اللي فيه أمل، الجزء الرابع، إعادة برمجة المخ علشان نقدر نتواصل.
والخبر الكويس إننا نقدر نعيد تدريب مخنا. العملية بتبدأ ب4 خطوات. أولاً، نعترف بالشعور ده ونتقبله على إنه إشارة بيولوجية مش فشل شخصي. ثانياً، نتحدى الأفكار السلبية اللي في دماغنا، وبدل ما نفترض إن أي تفاعل اجتماعي هينتهي بشكل وحش ندي فرصة. ثالثاً، نمارس تسخينات اجتماعية صغيرة، يعني حاجات بسيطة زي دردشة قصيرة مع الكاشير. الحركة البسيطة دي بتحفز حاجة اسمها العصب الحائر، وده بيهدي استجابتنا للتوتر وبيخلينا نحس بأمان أكتر. ورابعاً، ندور على تواصل ليه معنى، زي إننا نشترك في مجموعات أو أنشطة ليها اهتمام مشترك. وفيها أدوات تانية ممكن نضيفها لحياتنا اليومية، زي مثلا إننا نفتكر وندون تفاعلات اجتماعية حلوة حصلت لنا، أو نمارس اليقظة الذهنية عشان نركز في اللحظة الحالية بدل ما نقلق من المستقبل. وعلى المستوى العملي مهم قوي نحط حدود صحية مع التكنولوجيا عشان نلاقي وقت للتواصل الحقيقي وجها لوجه. والأهم من كل ده إننا نكون مستعدين نظهر على حقيقتنا بعيوبنا وكل حاجة، لأن العلاقات العميقة بتبدأ من هنا. في النهاية الخلاصة إن الوحدة مش مجرد إحساس وحش وخلاص، لأ، دي إشارة بيولوجية فطرية جوانا بتنادي على التواصل، زي الجوع اللي بينادي على الأكل بالظبط. فالسؤال اللي هنسيبه للكل يفكر فيه هو: يا ترى هنرد على النداء ده إزاي؟